السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بأحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل طاجن العكاوي. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وطعمه جميل جدا. جربوا بالطريقة دي ان شاء الله هيعجبكم. ده شكل الطاجن بتاعنا. هنا معانا عكاوي غسلنا كويس طبعا، ودي معانا حباية جزر واحدة وحباية بصل واحدة، وهنا معانا نص معلقة صغيرة كمون على كزبرة ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وحوالي 4 فصوص حبهان و3 ورقات لورا. هنا معانا حلة على النار حاطة فيها زيت. هنزل بقى بقطع العكاوي كده، احمرها في الزيت. بتحمر من جهة بقلبها على الجهة التانية، وبعد كده بقى بنزل بالورق اللورا والحبهان والفلفل الاسود والكمون على الكزبرة، وبنزل بالحباية جزر واحدة مقطعة القطع وبصلاية صغيرة برضو مقطعة القطع، وبعد كده بنزل عليها بمية سخنة واسيبها بقى، بغطيها واسيبها لو فيها اي ريم بشيله وبسيبها على النار. هنا معانا دي 4 حبات طماطم مبشورة، دول حوالي نص كيلو بصل مقطعاه القطع زي ما انتوا شرايح زي ما انتوا شايفين كده، اي تقطيعة زي ما انتوا حابينها. وهنا معايا قطعة ليا قد البيضة كده وحوالي 6 7 فصوص ثوم، ومعانا كمون على كزبرة وفلفل اسود وورق لورا وحبة فلفل أخضر رومي متقطعة وحبة فلفل، ولو حابين فلفل حامي دي براحتكم. هنا بنزل معانا طاسة على النار، حطيت فيها حوالي 3 4 معالق زيت، وهنزل بقطعة اللية كده زي ما انتم شايفين، اسيبها تسيح مع الزيت شوية. لو مش حابين ليه ما تحطوش، دي حاجة بترجع لكم. وهنزل بقى بالبصل بتاعي، حوالي 4 بصلات كبار مقطعهم زي ما تحبوا التقطيع اللي انتوا تحبوها، سواء جوانح او تقطيع عادي. بعد كده بنزل بالتوابل بتاعتي. نزلت بالتوابل بتاعتي بقى على البصل وهشوحها معاه كده، الفلفل الاسود والورق اللورا والكمون على كزبرة وتوابل اللحمة. تدبل بس حاجة بسيطة كده، بنزل بفصوص الثوم والفلفل الحامي والفلفل الرومي. لو مش حابين فلفل حامي ده ما تحطوش، دي حاجة تبع راحتكم انتوا. اشوح مع الفلفل مع البصل بالشكل ده كده. بعد كده بقى هجيب معايا دي معايا حوالي 5 طماطمات كبار مبشراهم ومعلقة صغيرة توم مفروم. هاجي في حلة تانية على النار احط فيها 3 معالق كبار زيت، وهنزل بالثوم بقى اللي هي المعلقة الصغيرة الثوم المفروم. هشوح الثوم كده مع الزيت، يا دوب بس يصفر معايا الثوم كده بنزل عليه بمعلقتين كبار خل. بعد كده بقى بنزل بالطماطم المبشورة الطماطم المبشورة بنزل بيها على الثوم والخل كده، واسيبها بقى على النار لحد ما تسبك معايا. بعد كده نرجع تاني بقى للعكاوي. العكاوي استوت معايا زي ما انتم شايفين اهي مستوية، يعني فاضل لها تكة كده بس على السوا، مش سايباها سوا كامل، يعني هي تكة بسيطة كده معايا وهتستوي، وطبعا مملحاها. بشيل بقى العكاوي بتاعتي من الشوربة زي ما انتم شايفين كده، بصفيها من الشوربة وبحطها بقى في الطاسة اللي انا عملت فيها البصل، دبلت فيها البصل كده بالفلفل بالفصوص الثوم زي ما انتم شايفين هي كده.
هنا بقى قلبت العكاوي مع البصل. بعد كده بقى هنزل بالطماطم اللي انا عملتها بالخل والثوم، سبكتها بالخل والثوم زي ما انتم شايفين كده، هنزل بيها على العكاوي واقلبها معاها، اقلبها معاها مع البصل مع الثوم اللي انا حطيته في الاول، اللي هو الثوم الفصوص اللي هو الصحيح. اقلبهم كلهم مع بعض كويس. الطاسه طبعا مولعه عليها النار، بنزل بقى بكبشتين شوربه كده عليها واغطيها واسيبها تستوي بقى براحتها على النار. تكون النار بتاعتي متوسطه مش عاليه قوي، تاخد من طعم البصل والتوابل والطماطم اللي انا حطيتها. بعد ما تستوي معايا بقى سوا كامل، بتستوي معايا سوا كامل. وطبعا بشوف التمليح بتاعها كويس، بحط لها ملح، محتاجه ملح، محتاجه بهارات تاني بحط لها، وبسيبها تستوي لحد ما تستوي خالص. بعد كده بحطها في طاجن بقى، سواء طاجن بايركس طاجن فخار زي ما تحبوا بقى. بحطها زي ما انتم شايفين كده في الطاجن، برصها في الطاجن وانزل بالصوص بتاعها عليها. الطريقة دي بتاعة طاجن العكاوي طريقة جميلة جدا وطعمها رائع. هنا بقى بنزل بالصوص كله بتاع اللي انا سويت فيه العكاوي، اللي هو البصل والطماطم، بنزل بيه كده على العكاوي في قلب الطاجن، ووزعه في الطاجن كله كده بالشكل ده كده، اوزعه على قطع العكاوي كلها. بعد كده بقى معايا هحط كبشة شوربة عليه كده، او كبشتين. بعد كده بقى بحط شرايح طماطم دي، حابين تحطوها حطوها، مش حابين حاجة ترجع لكم. بزين وش الطاجن كده بشرايح طماطم، وبحط قرن فلفل في النص، وبحطها بقى في الفرن، بولع الفرن من تحت حوالي ربع ساعة واسيبه شغال. وبعد كده بولع الشواية حوالي 5 دقايق كده لحد ما الوش يحمر، وبطلعه زي ما انتم شايفين ده شكله النهائي. اللحمة دايبة ومستوية وطعمه جميل جدا. جربوه بالطريقة دي إن شاء الله هيعجبكم. وبألف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.